في قبرص، لكن انطلاقه امامنا من جانب اللاعب روشناتس والتسديده جول جول جول. مونكيولا هنا في هذه اللقطه اللي بيضع الهدف الاول في اللقاء. تحرك المره دي، ادي الموهبه كارلوس سولير على القائم الاول. يا ولد التعادل، هو وقت والوقت حان لان ماكسي جوميز كان في الموعد. ادي اللاعب كارلوس سولير يعمل كره الكروس اللي بالعرض. اللاعب جيدش البرتغالي، عدى جيدش عاملها حلوه. يا ولد يا على الهدف. يا ولد فكرتنا بفيسنتي وايام فيسنتي في نادي فالنسيا. لكن يا مين مع نادي غداف، انطلاقه حلوه من جانب جيدش اللي بيقود فالنسيا. جيدش الثاني الجدش في هذه الليله، والثالث لنادي فالنسيا بتسديده لا تصد ولا تلق. محاولات من جانب نادي فالنسيا، يسجل المرة دي الهدف الرابع، يسجل هذه الكرة الارتقاء عمر الديراتي الركنية والخطأ في التمركز، وعمر الديراتي اللي أخطأ لكن يسجل أمام. استغلال هذه الكرة، كيف ستلعب بيلغريني، لعبة قصيرة خطيرة، قد تكون تسديدة أولى. جول لروما. برايان كريستانتي يفتتح باب التسجيل بطريقة مباغتة. روما يتقدم في الأولمبيكو. جول أول. بيراردي داخل منطقة، خطير بيراردي، عرضية من بيراردي، تسديدة جول التعادل لمصلحة ساسولو. فيليب جوريجيتش، هدف التعادل لساسولو. كنت أتحدث وأقول أن ساسولو أفضل في الشوط الثاني. شارف منطقة الجزاء، تتهيأ شومورودوف، هذه تسديدة العارضة. جول لروما، هدف لروما. فرحة مورينيو يتجه إلى اللاعبين، والشعراوي يسجل جول حاسم. خطيرة، بابا رائعة لعبة رائعة جدا، وكاد يأتي الهدف لولا شارت على المناصر اللي كان يظهر خلف جول. دوتوماش يفعلها لفريق الاسبانيول بروعة، كان صاحب التسديدة منذ حين التي صدها يانو بلاك، وهو برأسية يفتح مجال التسجيل للاسبانيول. غريزمان ليورنتي، يورنتي، وجول من هنالك على الجهة اليسرى من لومار. هدف التعديل. الكرة كثرت يا كاراسكو، ضيعتها، وكاراسكو جول بصعوبة ولكن بروعة من قبل يانيك كاراسكو، يعدل النتيجة لأتلتيكو مدريد عند الدقيقة 79 من عمر المباراة. رجعت له لومار، فعلها لومار في الدقيقة 99. نعم هو الأفضل، نعم هو صانع الفارق، نعم هو الذي غير وجه أتلتيكو مدريد. هو الأقرب هاكان لا ليس هاكان وإنما ديماركو الرائع. ديماركو، ما هذه القدم اليسرى. يا سامدورا ممكن يفعلها حتى بدون أن يذكر. كرة قريبة والتعادل. التعادل الذي جعل هاندانوفيتش لا يحرك ساكنا. لا مش معقول. يتحكم بالكرة. الله على ابن مدينة كالير، والعرضية. الله ما أجمل هذا الهدف. يا لاعب يا باريلا، يا لاعب. وكرة فيها خطورة، والعرضية هي. الله على أوجيلو، ما هذا الهدف. الله على أوجيلو. سامدوريا يتعادل بهدف، وأي هدف. اليوم احنا محظوظين اليوم.
هنا من اجل ان يخطف الانظار مع روما. كرة عظيمة بالراس لكنها بيد الحارس. حلوة اللقطة الأخيرة، حلوة اللقطة الأخيرة لمصلحة ميلينكوفيتش، لكن ردة الفعل. كرة تعود مرة أخرى على حدود المنطقة. ريبيتش إلا التمرير أو كرة لكن عدت يا كالابريا. لكن لوكاس يتدخل لمن؟ ليو بالراس لكن عدت يا إلهي. الثلاثة خطيرة لميلان تصل لريبيتش. ليو والله فعلها ليو لميلان. الله الحياة تبقى لهرنانديز. عرضية من هرنانديز. كيسي يحاول يصل كرة. كيسي أمام التغطية والتدخل وبعد ذلك إلى وجود ضربة مرمى. مطالبة بركلة جزاء. أصبح هنالك خيارات أخرى إذا الحكم لم يشاهد اللقطة بالتأكيد. كيسي يلعبها في العارضة وضاعت يمينا. يا الله يا لهوي. إبراهيموفيتش محاولة تمريرة. زلاتان يبحث عن كرة لكن التغطية التدخل في اللحظة الأخيرة. حلوة اللقطة الماضية من جانب هرنانديز. حلوة كان خطير. محاولة ميلانية. ريبيتش بتمريرة لزلاتان والثاني. يا كبير يا كبير السلطان إبراهيموفيتش مع الميلان. ريبيتش تمويه. ريبيتش مهارة. ريبيتش تمرير لكن الدفاع يتدخل. يا الله كانت خدام. فرصة متاحة ساليميكرز. تمريرة لزلاتان حطها بعيدة يا إبرا. بعيدة يا إبرا. حلوة التمريرات. التاريخ وهوات أرقامه. وهذه كرة الرقم الأول. 1-0 1-0 السيلتا دي فيغو. ماذا قلت لكم؟ ما سمعتموه من لحظات وما سأقول لكم أو ما كنت أنوي. بنزيما وكازيميرو تلعب الكرة بالراس وفرصة للريال عن طريق فينيسيوس جونيور. وأول ركنيات المواجهة للأبيض. والريال الجول يقرب. تمشي كرة بالراسية. التعادل والحارس فينيسيوس. ممتاز. جونيور فالفيردي والدفاع. كرة ممتازة هي يا فالفيردي. تلعب كرة بنزيما. من قلت لكم سيعدلها؟ هو كريم هو بنزيما. هو ايام المجد. تخلى عن جلباب رونالدو. كان يعتمد. فرصة للثاني. هي الثاني هو الثاني كان قريب من المدريد ولكن هدف السيلتا دي فيغو في مباراة قد تكون من عناوين التاريخ. يا كاتب التاريخ. دفاع كارثة. الكرة خطيرة والثاني بنزيما. الثاني من كريم. تلعب الكرة جوتيرز. يلعب الكرة جوتي بالراس وهدف التعادل يا الريال. كريم بنزيما. اللاعب جوتيرز يكسر عن انيابه او يقول يصلح خلل. يورو فينيسيوس. جونيور جول. جولازو دي فينيسيوس. جولازو دي جونيور. السينيور فينيسيوس جونيور في فرحة لا توصف. أكد نفسه. الرابع للمرنجي. سجل هدفك الأول يا كافامينجا. هذه أفضلية اللعب في مدريد. هذه حملة بنزيما. تورو بنزيما جول في نفس المكان من اليمين. يسجل الخامس كريم. ريال مدريد منتفض. ريال مدريد هايج. هنا جبنا طبق وحطينا فيه معلقه سكر كبيره وطبعا الكميه على حسب ما انت تعوزي. تاني حاجه معانا زيت معانا شامبو بيبي جونسون. حطي انت اي شامبو عندك او اي شاور انت بتستعمليه. طبعا احنا حطينا معلقه اهو زي ما احنا شايفين كده. دي معلقه. تاني حاجه معانا هنحط معلقه زيت بيبي جونسون يعني في حدود معلقه كده او نص معلقه.
اخر مكون معانا وهو البيكنج باودر او خميره الحلويات. ودي يا جماعه بصوا يعني اهم حاجه في الوصفه دي، اللي بتفتح بطريقه فظيعه ومن اول استخدام مع التقشير. هنحط منها نص معلقه وهنقلب كويس جدا جدا. كده اصبح معانا قوام كريمي بتحطيه على اي منطقه انت عايزه، طبعا تشيلي منها جلد الوزه وتشيلي منها الجلد الميت وتفتحيها وتنعميها. بصوا يا جماعه الوصفه دي بتعمل كل حاجه، تفضلي تفركي بيها على المنطقه دي لمده من دقيقتين ل5 دقائق، وبعد كده بتشطفيها وتفرجي على جمال بشرتك. الوصفه اللي بعد دي تابعوني في الفيديو اللي بعد ده، هعمل لكم وصفه التبييض اللي من اول مره بجد بمجرد ما هتشيلوها كده هتلاقوا تفتيح فوري. شكرا لكم واشوفكم على خير.